اهلا بكم البنات، مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم جبت لكم واحد جوج كيلات الصابلي ساهلين واقتصاديين، داكشي علاش بغيت نحطهم لكم. واهم شيء ان الصابلي كيجي مقرمش البنات، كيبقى حتى شهر مقرمش البنات ولذيذ، كيما كطبعيه كيما كيطيبيه في الفورما ديالو كيبقى زوين، ما كيدي فورماج. وحتى لك البنات باش كنلصقوا الصابلي هانتوما كي تشوفوا كيف بحال الدجاجه. تبعوا معايا الفيديو الاخير. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك باش توصل بكل جديد ديالي ان شاء الله. غنديروا واحد بنكهه الكراميل وواحد بنكهه ديال الفريز. مرحبا بكم عندي. يلا هو ندوزو المقادير. المقادير: عندي الزبده د الحلويات جوج باكيات، عندي جوج كيسان سكر سنيده، عندي قرصه ديال الملحه، ساشيه د فاني تقدروا ديروا حتى 4 الا بغيتوا، الا كنتو ما غتنكهوش انا غنكهو. هنا الزبده بارد الحال غنخدموها مزيان. غندير البيض باش يساعدني، غندير جوج بيضات البنات كبار، هنايا بيضات كاملين. غنخدم مزيان. هاد الزبده راه كتعذب شويه حيت دابا بارد الحال، تقدروا نتوما تحكوها. انا هنايا زدت فيها البنات جوج كيسان ديال الزيت، هادي راه كتعطي كميه كبيره. السر ديالو باش يجي مقرمش هو الكليكوز البنات، ديروا واحد المعلقه عامره ديال الكليكوز، غادي يجيكم البنات مقرمش وكيبقى مقرمش حتى شهر. هنا البنات كما كتشوفوا غنخدم مزيان. هنا كاس ديال اللوز بودر حمرته باش كيعطي ديك النسمه ديالو، الا درتوه هكاك خضر ما يعطيكمش النسمه، غيجي الصابلي باسل. صافي خدميها مزيان حتى ما تبقاش الزبده تبان. الا بغيتو تخدموا بالبواطه خدموا، غير هي ديك البواطه ديال الزبده ديال الطاسه كيجي الصابلي شويه هشيش بزاف، ما كيجيش مقرمش. بهادي البنات فيها بزاف د الانواع، ما نقدرش نقول لكم السميات، كتكون هكايا وحده فيها رابعه، فيها بزاف ديال الانواع. المهم النوع اللي ارتحيتوا له خدموا به. غير هي الاخرى في الصيف كتكون احسن تخدمي بها البواطه في الصيف، لكن في البرد راه كيجي هشيش بزاف، كيجي خايب، كيبقى يتفرتت. هنا كما شفتوا الدقيق حسب الخليط، غيكون البنات الخليط شويه خفيف، ما غيكونش قاصح وما غيكونش جاري، غتكون العجينه رطبه. ضروري خليو العجينه ديالكم رطبه. هانتوما البنات رطبه، ملي كنجمعها كنضغط عليها رطبه، يعني ما تلقوهاش بالدلاك ديك الساعه، راه غادي تجيكم سايحه شويه. ديروها في الثلاجه ترتاح شويه. انا فرقت 3 ديال القسمات كما كتشوفوا. هنا تقدروا تنكهوها البنات، انا ما نكهتش حتى درت التعليكه هي اللي نكهت بها. صافي خليته في الثلاجه البنات، انا درتهم في الليل خليتهم في الثلاجه باتوا، لا غد ليه عاد خدمت بهم. غتبان لكم العجينه قاصحه كنطلق فيها، قاصحه حيت انا بيتها في الثلاجه. ما عندكمش الوقت وجدوا خليوها على الاقل واحد ساعتين في الثلاجه، او ديروها في المجمد واحد نص ساعه. هنا الا شفتوا حيت العجينه كتكون خفيفه، الا شفتوها كتلصق شويه في البلاستيك ديروا الدقيق ماشي مشكل. الا كان الدقيق كيشرب لكم راه غتجيكم العجينه هي هذيك. الا كان الدقيق ما كيشربش بحال هذا اللي عندي انا اول مره كنستعملو، حسيت بها خفيفه، ولكني انا كنطلق بين بلاستيكه وبلاستيكه وانا كنرش الدقيق. هنا البنات كما شفتوا الزبده راه كتبان لكم في العجينه، علاش؟ حيت بارد الحال ما تطلقاتش. نتوما من الاحسن ذوبوها مزيان بيديكم. هنا منين تلقوا بالدلاك ضروري ديو الدلاك وجيبوه فوق البلاستيك باش الصابلي كيجي مفيني، كيجي فورمه واحده، ما كتجيش وحده غليظه وحده رقيقه. صافي هنا غنبدا نطبع. انا نوريكم هذه الخدمه ديال البلاستيك ونوريكم خدمه الا بغيتو تخدموا فوق الطبله او فوق الرخامه نيشان. كل واحد وشنو. انا فاش تكون عندي الخدمه بزاف كندير الدقيق فوق الرخامه ونحط العجينه ونخدم ندير البلاستيكه فوقها ونطلق ونبدا نطبع ونهز. هنا بالبلاستيك بزاف البنات غيجيهم ساهله. صافي نبدا نهز العجينه ديالي. شوفوها نتوما خصها تكون رقيقه حيت غيلصق صابلي مع صابلي، ضروري رققوها. صافي غنبقى هكا حتى نهز الصابلي ديالي. دائما البنات طبعوا الجناب يكونوا شويه رقاقين، ومنين تخدموها تساليو الوسط. الا شفتو غليظ ديروا بلاستيك وطلقوه شويه، حيت دائما الوسط يبقى غليظ باش يجيكم الصابلي فورمه واحده. صافي هنا غنحيد هاد الصابلي ديالي كامل نديرو في اللاطه. الفران البنات بارد، منين نبغيو نديروها طيب ما نديروهاش الصابلي ما نديروهش في الفران سخون، نديروه في الفران بارد ونار مهيله، فران مشعول من الفوق ومن التحت، ويطيب على خاطرو يجي مذهب.
صافي هنا الصابلي ديالي غادي نديرو يطيب البنات، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو فاش كيطيب. كيجي مذهب، هو هذا البنات كيجي مذهب من الفوق ومن التحت، كيجي عاطي واحد اللون وتيبقى في الفرن. هانتوما انا ملصقه وحده حدا وحده، ما تنفخوخه فيهم البيض، راه ما تنفخوش البنات، بقاو في الفرمه ديالهم. علاش؟ حيت ما تجمعوش وما تنفخوش. ما علقتهم ما تيش حاجه، لا علقتوهم راه كيتجمعوا، وإلا جريتوهم بزاف كيلصقوا حتى مع وحده. هنا الشكل الثاني البنات بغيت نوريكم انايا، قلت نوريكم اللي عندها هذا المول هذا، ماشي طبع وتخوي وتهز، طبع وتحط نيشان في اللاطه حتى تسالي الصابلي ديالها كامل. عاد دير، وانا راه عاد درت هذا الموس، عاد ملي كنت كنصور بواحد اليد وانا ندير قطيب هكايا ديال الشوا وكنبدا نهز به، كيبقى لكم الصابلي في الفورمه. اما الا طبعتوه وخويتوه وعاد بديتو تهزوا الصابلي تحطوه في اللاطه، فاش غتجيو تخدموا غتلقاو الصابلي كله معوجه، اللي طويله اللي حتى وحده ما غتجي مع اختها. داكشي علاش قلت غنصور لكم هاد اللقطه، انا راه كنت كنصور بيد، داكشي علاش كنت معذبه. المهم هاد اللقطه هذه قلت ضروري نصورها لكم. صافي دابا ندوزو نوريكم فاش طابو. هو هذا الصابلي فاش طاب البنات. المهم الصابلي بزاف راني حاطاه، الا رجعتوا للفيديوهات القدام كنت كنحط لكم الصابلي بزاف البنات، كانوا المناسبات. دابا هذا قلت نحطو لكم، غنديروه الا كانت عندكم شي عراضه، الا كان عندكم شي حاجه، هذا الصابلي ينفع، ما فيه الشكلاط ما حتى شي حاجه. هنا كندهنوه البنات غير بالكليكوز بوحدو، كندوبوا الكليكوز في الماء في نديرو في كاسرونه غير بوحدو البنات، ندوبوا الكليكوز ونبداو ندهنوا الصابلي ديالنا. هذاك الاخر الدائري غطيته كامل، وهذا البنات هذا التشكيل هذا درته غير من الجنب. يعني نظموا الخدمه ديالكم حتى ديروا الفينيسيون ديال مثلا الا كنتو غديروا كاوكاو هكا ولا اللوز. انا درت كاوكاو افيلي حتى بحال هكا غندهن. هذا راه الكليكوز فاش تشوفوه برد عاوتاني سخنوه، كندهن بالكليكوز. هذه راه بحال اللصقه، هذه اللصقه ديال الحلويات، وغنلصق فيها داك الكاوكاو افيلي ونحط هنا حتى غنساليو هاد المرحله كامله، ونجمعوا البلاصه اللي حنا خدامين فيها، ونحيدوا داك الفراتات ونقيو، وعاد نصايبوا كاناج، وعاد نبداو نلصقوا الصابلي ديالنا بالكاناج باش كتجينا كاين اللي كيبقى يعمر ويلصق ويزوق في البلاصه، راه كتعذبي وكتكثري عليك الخدمه. هكايا شوفوا البنات كي كتجي الخدمه نقيه. حتى غنساليو هاد المرحله هادي، عاد ندوزو للمرحله ديال التلصيق، يعني نساليو كلشي، عاد ندوزو ان شاء الله للمرحله ديال التلصيق. ها نتوما البنات شفتوا، يعني كتكون خدمه نقيه. ندوزو دابا للكاناج. هنا الكاناج البنات انا غندير شي فيديو ندير لكم صايب لكم الانواع ديال الكاناج اللي كنخدم به. هنا البنات هذا كاناج صايبته، هنا غنلصق به، يعني انا حتى ساليت كما شفتوا كلشي وخويت هذا البلا اللي انا خدامه فيه. دابا غنبدا نلصق. ها نتوما كتجي الخدمه نقيه وكيجي الصابلي ما كيجيش مكرفس. صافي هنايا كما شفتوا هذه البنات واحد التعليقه كنديرها، انا نقول لكم شنو درت فيها. درت 2 معالق ديال الكليكوز، 2 معالق ديال الناباج، وكديروا النكهه اللي بغيتو. انا هنا درت النكهه ديال الفريز اللي كتكون كتباع البواطه ب 6 دراهم، دابا ولات كانت ب 5 دراهم، دابا ولات 6 دراهم. كديروها كديروا منها غير معلقه في هذيك التعليكه، وكتذوبوا داكشي صافي وكتخلطوا وكتخدموا به. سمحوا لي البنات، الكليكوز والناباج فاش كيذوب كنزيدوا فيه الشكلاط الابيض، ضروري نزيدوا فيه الشكلاط الابيض شي حبات، لكن انا غندير لكم فيديو خاص على هذاك الانواع ديال التعليكات. هنا هذا هو الصابلي ديالي البنات من بعد ما ساليته. هذا راه ماشي الكميه كامله، كانوا عندي 2 طلبيات، داكشي علاش عجنه وحده كبيره. انا صورت معكم غير هذه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ان شاء الله الفيديو الجاي او شي فيديو نحط لكم ان شاء الله التشكيله الثانيه. صافي هنا البنات ما تنساونيش البنات بلي لايك والبارطاج، يعني داك اللايك راه ما غتخسروا حتى شي حاجه، غادي ديروا لايك غادي تعاونوني به، وغيبقاو يوصلكم الفيديوهات، غتشتركوا يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. شكرا لكم. هانتوما البنات اللي بغات التعليقه تخليها لي في التعاليق باش نحطها لها. شوفوا كي جات لاصقه راه ما كتسيحش. صافي هنا كتبقى والصابلي كيجي مقرمش ويبقى حتى شهر البنات كيبقى مقرمش. هي جربوها ضروري تجربوا هاد العجينه هذه ديال الصابلي وردوا عليا الخبر. وبصحتكم وراحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. هنا غندير البنات التعليكه ديال الكراميل، بغيتوا هاد الانواع من التعليكات غندير لكم شي فيديو خاص عليهم، وتبقاو تخدموا بهم دائما لداركم لي كوموند وكل شيء. صافي هنا ساليت، مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي.